الأخلاق الأخلاق يا أمة الأخلاق هي القطران والأعداء جربا، وفي القطران للجربى شفاء. جادي يقول: عار على أهل الحفائض إن رأوا روغ الثعالب يزدرين الضيغم، ومن يبغي في شمس النهار غميصة فذلك مغموص وما هو غامص، إنه شواظ ثائر وسهم عائر وعقاب كاسر على من يسخر بالشعائر والنبي الطاهر، من كل ثاغية راغية ناهقة عاوية ضابحة نابحة، من قاءت الأفواه منه بالبذي وكأنه بدم الحجامة يغتذي، تريد خفض الطهر يا ابن الخنا، اخسأ ألا أيها الجحش اللجيم، وأرغم أنفك يا أخطل، ودق خياشيمك الجندل، إنك في الطعن على الأمين لواهن الظهر سخين العين، معترض للحين بعد الحين. يا ضبع الخلوة خنزير الملا، وفي الملا طعامه ما في الخلا، ماذا عسى يكون عض نملة وما يكون أيضا قرص قملة، ووزن بقة بأعلى النخلة. يا ابن الدهاليز وابناء السكك، ويا ابن عجل لا يجي زوجي يرك، وابن البغايا والفراش المشترك، لأرسلنها عليك 7 شدادا وألسنة حدادا ومددا ومدادا، وجيش بيان لا يدع تلادا ولا وهادا، ولا أبعث مني عليك عقاربا لداغة تعيا على الرقاء، وأرجمكم بحرفي كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي، وأرد أنف من ابتغانا مرغما، ما زلت في الحرب الهزبر الضيغما، وقد رمتكم علل اللكاعي فلم يعد لصرفكم من داعي، لتأطرن متنكم أسياف من ساعدي إني أنا خفاف، إن عدتم عدنا فكما أزلنا من ظالم إنا إذا لزلنا، أشفق على قوسك لا أراها أحكمها العلج الذي براها، ما زدت بين الخلق عن نهاق، والصقر لا يخشى من اللقلاق، ما موقع الذباب من ذي ناب، لا تنجس الأنهار أذيال الكلاب، أنتم خشاش الأرض أما أحمد فهو السماء فمن يطاول السماء، أين النباح وإن تكاثر أهله من نيل بدر قسما فوق السماء، فاخسأوا رغم أنفكم واسمعوها ولتموتوا بغيظكم يا شواني، لقد رفع الله ذكره ورفعنا لك، وأقسم الله بحياته لعمرك وزكاه في نون وإنك، فمن يصد سنا شمس إذا طلعت، من يحجب البدر إن شق الدجى وبدا، والحق طود لا يحلحل ركنه، ومكابرات المبطلين سوافي، لو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم، هيهات فالشمس بعيد مسها، فليبقى مع بنات وردان الخنا، هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، فما منقص فضله ساخر ولن يحجب النور لما بدا، دمانا فداه وآباؤنا فما غيره اليوم من مفتدى. لما هاجر إلى المدينة تكالب عليه الأعداء من يهود ومنافقين ومشركين ألدا، جاوزوا في عدائه حدا، وناصروا سواعا وودا، وكادوا له ولدعوته كيدا إدا، تكاد تخر له الجبال هدا، وكان بإيمانه جبلا لا نظير له ولا ندا، إن أفطرت أفكارهم بالغثاء فهو امرؤ باق على صومه، لأنه البحر ما أثرت كل الرياح الهوج في حجمه، نال البغال المنافقون من عرضه وعابوا، ولما لم يلاقوا فيه عيبا كسوه من عيوبهم وعابوا، بغال لهم في كل يوم رزية، وليس لهم من خشية الله وازع، لهم كلم رنانة لو وصفتها لنزهت عنها ما تقول الضفادع، وهذه فرية بلهاء سيدها أبو مرة، ولا والله لا أشق على المرء من أن يطعن في عرضه، والعرب أغير الأمم على الأعراض، وكلمة العرض في لسان العرب لا يقابلها كلمة في ألسنة الأمم الأخرى تترجم عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق، لا أنا أغير من سعد والله أغير مني، لقد جل عن أن يزدرى بنقيصة، وهيهات أن تغشى النبي النقائص. في حادثة الإفك مر صلى الله عليه وسلم بمحنة عظيمة ونازلة شاقة مضنية، تحمل فيها شهرا كاملا من الألم ما تنهد له الجبال، وأضيف لهذه النازلة أن انقطع الوحي عنه تلك المدة ليجري عليه البلاء والامتحان ويعظم الزلزال. ظل القلب النقي الكبير مقرونا بآلام أخف منها طعن الرماح ووقع السيوف على الهام، حملت من ألم ما لو تحمل من أمثاله جبل لندك تفتيتا، وصاحبه الصديق وآل بيته يا لهم عقد هول الفاجعة ألسنتهم، يا إلهي من هموم تتوالى وهجير لم نجد فيه الظلالا، فاض الألم على لسان الصديق الوقور الصابر الذي استفزته ضراوة الإشاعة، فقال كلمة تحمل من المرارة ما تعجز عنه العبارة، والله ما رمينا بها في الجاهلية،
أفنرضى بها في الإسلام؟ تئن الضلوع وما يستجيب لهذا الأنين سوى الأضلع، في الصدر ضيق وما بين اللهات شجا، وفي اللسان وفي تبيانه لفف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لهفة الإنسان وقلقه يتألم لألم أصحابه زيادة على ما به، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صعد المنبر يطلب كف أذى جرثومة النفاق قائلا: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا. فأخذت الحمية سعد بن عبادة فقال: كذبت، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فرد على ابن عبادة قائلا: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا، وتمايل ابن أبي فرحا. ساءت الأحوال واختلت، ونقصت الأفعال واعتلت، وزاد الغم وفك المدغم، ووقعوا في تعسير، وكادت تشب فتنة تجعل الجمع جمع تكسير. غليان في النفوس، هيجان واضطراب. ابن عبادة اجتهلته الحمية فقال كلمة خطيرة دفاعا عن رأس النفاق في ساعة غضب نسي فيها نفسه. وأسيد يطلق أخرى غضبا لله ولرسوله ينسى فيها نفسه، فيقتحم نية سعد وقلبه وضميره. ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامخ العالي في السبسب الأرحب على المنبر يقتل الفتنة ويعيدهم إلى الصواب والحكمة. سعد ملء السمع والبصر، وأسيد ملء السمع والبصر. الأمر لا يتحمل فجوة أو جفوة. فيا سحر فرعون ماذا تقول إذا جاء موسى وألقى العصا؟ لم يزل يخفضهم حتى سكتوا، ونطقت الحكمة ونزل والألم يعتصر قلبه، وحال كل أحد من صحبه يا هول ذلك من مرأ شهدت، وقد وددت لو كنت أعمى لا أشاهده. عائشة يا لعائشة، كاد الحزن يهلكها، لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم، غصص تكاد تفيض منها نفسها، ويكاد يخرج قلبها من صدرها. أقبل صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إلى الحصان الرزان يطلب شافي البيان، فجف ماء العين في موقها، واحتبست أواه في قلبها، وانفجر من صدرها كالبركان قول نبي الله يعقوب، وقد نسيت اسمه لعظم الأحزان قائلا: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على الفراش، والله يعلم أنها بريئة. وفي النفس ما أعيا العبارة كشفه، وقصر في تبيانه النظم والنثر. جاوز الماء القلتين، وتلاطمت أمواج الحزن في الحرتين، وتيمم الموج الصعيد الطيب، وغشي النبي صلى الله عليه وسلم ما غشيه، وتحدر العرق من جبينه الطيب. ونزلت آيات براءة الصديقة وبيت النبوة الطيب كعرف الباني مع نفح الورود، وطيب المسك مع أنفاس عود. انشرحت الصدور وامتلأت بالحبور، وتبدلت الشرور بالسرور، وفضح الأفاك المأفون، وتوعد بأعظم الشرور، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يقرر حكما من آيات سورة النور لا يزول مفاده أن عائشة رمز الطهر والعفة، ومن قذفها بعد فقد كذب الله وكفر، وقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. خرج صلى الله عليه وسلم من أعظم معركة نفسية خاضها منتصرا، كاظما آلامه، محتفظا بوقائه، لم يؤثر عنه كلمة تدل على نفاذ صبره أو ضعف احتماله. فما ارتاب بدر من تكلب نابح، ولا ارتاع ليث من طنين ذباب، وكل أذيات عرته روافع لرتبته عند الإله المعظم. فلو كان يعرض التبر هون بعرضه، على النار لم يعرض عليها وتجحم. فأعظم بصبر المصطفى عند ضره، إنه صبر أولي العزم من الرسل من أنزل عليه. واصبر على ما أصابك، فاصبر على ما يقولون، فاصبر إن وعد الله حق. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل.